خيرا. يسألون عن أفضل كتاب لتفسير القرآن الكريم، ويسألون سماحتكم عن رأيكم في تفسير ابن كثير. أحسن كتاب فيما علمت في التفسير تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وتفسير البغوي، هذه الثلاثة أحسن التفاسير. ثم يليها تفسير القرطبي جيد مفيد، تفسير الشوكاني جيد مفيد، ولكن كل واحد لا يغني عن الآخر، كل واحد لا يغني عن الآخر. طالب العلم يميز بين الأخطاء، قد يقع أخطاء في بعض الروايات يعتمدها بعضهم، قد تكون أحاديث ضعيفة عند ابن جرير أو عند ابن كثير أو عند غيره. طالب العلم لا بد ينظر في الأسانيد، لكن إذا كان من أهل الفن يعرف صحة السند وعدم صحة السند، كذلك الأقوال يعرضها على الأصول الشرعية والقواعد الشرعية إذا كانت الأقوال مختلفة حتى يتميز فيها الصواب من غيره. وهكذا بعض المفسرين يؤولون الصفات كما قد يقع في تفسير القرطبي، فلا بد يكون طالب العلم عنده بصيرة في من يتأول الصفات أو يرجح بعض الأقوال المرجوحة حتى يختار ما هو الأفضل وحتى ينبه على الخطأ. وله كتاب يسلم من الأخطاء إلا كتاب الرب جل وعلا، إلا كتاب الله سبحانه وتعالى، هو المعصوم المحفوظ، ليس في خطأ بل هو محفوظ. أما كتب الناس قد يقع فيها خطأ من جهة المؤلف، وقد يقع فيها خطأ من جهة الكاتب، وقد يقع فيها خطأ من جهة الطابع. طالب العلم ينظر ويتحرك